ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل البيتزا. عشان نعمل البيتزا مظبوط التزموا بالمقادير اللي انا بقولها دي، بتطلع البيتزا جميله جدا جدا. عندنا في الاول كيلو دقيق. هنجيب، انا عندي كيس اهو كيلو، هفضيه. ادي كده كيلو دقيق. كيلو الدقيق ده هيعمل لنا 6 وحدات بيتزا، 6 صواني. لو انتوا عايزين تعملوا اقل ممكن تقسموا المقادير نص، تعملوا نص كيلو يعمل لكم 3. عايزين تزودوا طبعا زودوا براحتكم. ادي كده كيلو دقيق، هنحط عليه كيس ونص خميرة. ادي كيس خميرة نفضي عليهم. لو احنا في الصيف والجو حر هنعمل كيس واحد، انما لو في الشتاء هنعمل كيس ونص عشان ايه متطولش في التخمير. دي هنحط ايه كيس ونص خميرة. كده عندنا كيلو دقيق على ايه كيس ونص خميرة. بعدين هنحط 2 معلقة كبار سكر. ادي معلقة، 1 2. بعدين هنحط ايه 2 معلقة كبار لبن نيدو، اي لبن بودرة. دي اختياري، لو محدش عايز يحط مفيش مشكلة. انا هحط 1 معلقة عشان انا هعجن باللبن. بعدين هنحط 1 معلقة كبيرة ملح. ادي 1 معلقة كبيرة ملح. ونقلب كده المقادير الجافة في بعض كلها. نقلب كل المقادير دي في بعض كده. بعدين نحط بقى السوائل بتاعتنا. هنحط عندي بعدين معانا ربع كوباية زيت زيتون هنحطها. طبعا لو ما عندناش زيت زيتون عادي ممكن نحط زيت ذرة، مفيش مشكلة، بس زيت الزيتون بيخلي طعمها احلى. محتاجين كمان لو انتوا عندكم مثلا علبة زبادي صغيرة ممكن تحطوها، بتخلي طعمها جميل. لو ما عندناش، انا ما عنديش علبة زبادي، فهعجن كله بلبن. ممكن تعجنوا بمية وتحطوا 2 معلقة لبن، بس انا بحب اعجنها باللبن عشان تبقى مغذية اكتر. عندنا هنا هنحط كوباية لبن، وممكن نحتاج تاني على حسب العجينة بتاعتنا والدقيق هياخد قد ايه. انا هحط كوباية لبن وهشوف اذا احتجت تاني هحط تاني. ادي كوباية لبن اهي. وهبدأ بقى ألم العجينة كده بإيدي وأعجنها كويس. طبعا هي شكلها كده هتحتاج لبن تاني. نلمها كويس، نلم كده. هلمها وهوريكم شكلها ده كده شكلها بعد ما خلطت كل المكونات في بعض لميت بالمية شوية.
طبعا هيحتاج معايا كوبايه ميه كمان، زودتها كوبايه ميه كمان. بعدين دلوقتي هفضل اعجن فيها بقى، وانا بعجن كده لو ما اتلمتش معايا وفضلت مفروله كده هزودها رشه ميه كمان واعجنها تاني. هعجنها وارجع اوريكم شكلها بعد العجن بقى عامل ازاي. ده كده شكل العجينه بعد ما عجنتها، ما احتاجتش معايا غير كوبايتين لبن. ممكن تحتاج معاكم اقل من كده، يعني انتوا تحطوا واحده واحده، تحطوا كوبايه وتقلبوا فيها وتعجنوا فيها. لو احتاجتوا تاني تزودوا سنه 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 سنه. طبعا لو لقيتوها ملزقه قوي ولزقت معاكم غصب عنكم رشوا رشه دي وكملوا عجن. ده بعد ما لميتها اهو هسيبها بقى من ساعه لساعه ونص. لو احنا في الصيف، احنا في الشتاء دلوقتي، فهسيبها ساعتين تخمر وبعد كده اوريها لكم بعد ما خمرت وهعمل فيها ايه. وده كده شكل الخميره بعد ما خمرت، انا سبتها ساعتين بالظبط، خمرت وبقت جميله ما شاء الله اهو. طلعتها فضيت الهواء منها، ودلوقتي ايه هبدا اقطعها دوريات على قد الصواني وافردها واوريكم انا هعمل ايه دلوقتي. وادي شكلها اهو بعد ما فردتها مستطيله اهي. هقوم اقطعها بقى حتت، كل حته على قد الصينيه اللي هفردها عليها. هوريكم اقطعها ازاي اهو. هنمسك اول حته كده، خليها كده اهي، نقطع نقطع دي كمان كده. نقطع. انا عندي صواني كبيره وصواني صغيره، فهتلاقيهم ايه مش مقطعينهم ايه قد بعض، وهكذا واقسمهم واعملهم كور واوريكم شكلهم بقى ازاي. ادي شكلهم اهو بعد ما كورتهم وخليتهم كور اهو. هفردهم كده واحطهم بقى في مكان واغطيهم بفوطه واخد واحده واحده واشتغل فيها، واغطيهم بفوطه واخد حته حته اشتغل بيها بقى عشان بقيه العجينه ما تنشفش. ناخد اول حته واوريكم هنفردها ازاي. اول واحده هبدا افردها بقى بالنشابه اهي، افرد فيها على نفس الشكل كده وهي كوره، واوريكم شكلها بعد ما اتفردت. هاخدها احطها على صينيه. انا بحب اعمل البيتزا على ظهر الصواني، بقلب الصواني وبدهنها زيت هوريكم، وبعدين بحط البيتزا اللي انا شكلتها دي عليها وبقصها على قد الصينيه. هوريكم اعملها ازاي دلوقتي. ادي الصينيه اهي حطيت عليها البيتزا، طبعا مش متساويه، هبدا اساوي الاطراف دلوقتي بالسكينه، سكينه كده اهي، عايزاكم تشوفوها اهي كده. وطبعا الاطراف دي مش هرميها، هحطها في العجينه تانية في الاخر وهلمهم مع بعض واعملهم ميني بيتزا اهي. هشيلها واوريها لكم شكلها ازاي. ادي شكلها اهي بعد ما سويتها، قصيت كل الاطراف الزياده وسويتها بايدي اهي. بعد كده بقى هنخرمها بالشوكه اهو، هنبدا نخرمها كده بالشوكه بس، وهنسيبها تستريح كده ربع ساعه قبل ما نحط عليها الايه التوبنج بتاعها اهي. نسيبها بقى ترتاح، نكمل ايه بقيه العجينه ونفردها بنفس الطريقه ونعملها كده، وهنسيبهم كلهم يخمروا يعني يرتاحوا كده لمده ربع ساعه، وابدا ايه احط التوبنج عليهم. هخلص كلهم واوريكم في الاخر بقى شكلها ازاي. بحب اعمل واحده ميني بيتزا كده لولادي بيحبوها. بفرد العجينه طبعا اهي، بالقطاعه دي عندي قطاعه اهي اي حجم، لو ما عندكمش القطاعه دي ممكن باي كوبايه اهي، وابدا اعمل ايه دوريات هنا كده. نشيل كده وافرد واحده غيرها واعمل بنفس الطريقه، احطهم كلهم في صاج اهي اهيت، واشيلها وافردهم كلهم في صاج، والبواقي دي افردها واعمل بيها ايه واحده تانية، وهكذا كرروا العمليه وهكملهم وابقى اوريكم شكلهم في الاخر. هنبدا بقى نحط التوبنج عليها. اول حاجه الصلصه اهي، ادي الصلصه انا كنت عاملاها ومجهزاها اهي، هنفردها. الصلصه دي انا عاملاها حتى يعني نقول مثلا 8 9 فصوص توم،
وعليهم كام طماطمايه كده ضربهم، وحمرت التوميه في حبه زيت كده، ورحت نازله عليهم بالصلصه، او ممكن تحطوا الصلصه على طول على التوم ني، وتحطوا عليها بقى التوابل ملح وفلفل وبابريكا، وتسيبوها تتسبك على النار خالص. انا بحب اعملها قبلها بيوم عشان تبقى بارده وجاهزه معايا، واقوم فرداها زي ما انتم شايفين كده. اول لما تتسبك اطفي عليها واسيبها تبرد شويه، اذا لسه عاملينها في نفس اليوم، ونفردها على البيتزايه زي ما انتم شايفين كده. بعدين عندنا اللحمه، انا برضو معصجه اللحمه اهي. معصجه اللحمه، بحط معلقتين زبده في الطاسه، واحط عليهم 3 بصلات كبار مثلا على الكيلو اللحمه، وابدا اعصج اللحمه، اصفر البصل، وبعدين انزل باللحمه احمرها كده شويه، اشوحها. بعدين احط عليها طماطمايه مضروبه وقرن فلفل مضروب او قرنين فلفل مضروبين، بتخلي طعمها جميل جدا. وبحب احط عليها معلقه صلصه. وقبل ما اللحمه تستوي كده ب10 دقايق ولا حاجه، اقوم حاطه عليها الفلفل اللي انا مقطعاه ده. انا ما بحبش الفلفل ني، بحبه كده دبلين شويه في اللحمه عشان ما يبقاش بيقرمش اما البيتزا تستوي. بس كده، وابدا بقى اوزع اللحمه على البيتزا زي ما انتم شايفين كده، واحط معاه الفلفل اللي انا كنت مقطعاه اهو. نسيب بقى حبه فلفل احطهم على الوش بعد ما احط الجبنه الموتزاريلا. بس كده، نجيب بقى الجبنه بتاعتنا، جبنه موتزاريلا، ولو عندنا جبنه شيدر نبشرها كمان ونحطها عليها، بتخلي طعمها جميل جدا. هنرش بقى عليها الجبنه اهي. ممكن الجبنه نحط طبقه تحت اللحمه المفرومه وطبقه فوق اللحمه المفرومه. نرش بقى الجبنه ونكتر الجبنه بتخلي طعمها حلو، تبقى سايحه عليها كده جميله اهي. بس كده، نحتاج بقى نجيب الزيتون ونحطه. نحط بقى الزيتون اهو، نرص الزيتون عليها كده. بس كده. طبعا مش عايزه اقول لكم الطريقه دي تحفه، والبيتزا بتبقى طعمها جميل جدا جدا، لازم تجربوا الطريقه دي. طبعا انا مسخنه الفرن من قبل ما افرد العجينه، وانا سخنت الفرن دلوقتي على درجه حراره 180. هحطها في الرف اللي في النص، و هشغل تحت بس لما تقرب تستوي ونلاقيها كده احمرت من تحت، اقوم مشغله عليها الشوايه 5 دقايق واطلعها. بتبقى جميله، لازم تجربوها بالطريقه دي. ما تطلع هوريكم شكلها بقى عامل ازاي. ده كده شكل الميني بيتزا اهي بعد ما حطيت التوبنج عليها. ادخلها برضو الفرن واوريكم شكل كل حاجه اما تطلع. ده كده شكل البيتزا بعد ما طلعت من الفرن، خطيره، مش عايزه اقول لكم على جمالها اهي. دي كده البيتزا اهي، دي حته متقطعه اهي، اوريها لكم. شايفين الجمال؟ جميله، لازم تجربوا الطريقه دي، لازم. فاضل الميني بيتزا هتطلع من الفرن وهوريها لكم. متنسوش تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي رايكم فيها. دي الميني بيتزا اهي، كله تحفه. لازم 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 تجربوا الكلام ده كله، لازم تجربوه وتقولوا لي رايكم. وما تنسوش تتابعوا وصفات ساره في المطبخ عشان هعمل لكم كل حاجه جميله. يلا باي باي.